السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا النهاردة بقى أكلة رهيبة، أكلة المزاج كده، المندي. بصوا بطريقة تحفة، وبجد اللي مجربش الطريقة دي فايته كتير جدا. أكلة كده ملهاش حل، وفي حلة واحدة وفي السريع والإنجاز، ورهيبة. معايا فرخة غسلها كويس قوي وقسمها نصين زي ما انتوا شايفين، كل نص ماسك في بعضه. طبق كبير كده حاطه فيه شويه زيت زيتون وشويه زيت عادي، لو مش عندك زيت زيتون خلاص عادي، شويه فلفل اسود معايا كده، وواحده واحده في البهارات، ومعلقه ونص ملح صغيرين، معلقه صغيره توم بودر، ونفس النظام معلقه صغيره بصل بودر. وعندي هنا معلقه بابريكا، وسنه صغيره نص معلقه كده جنزبيل، نص معلقة ونص معلقة قرفة، وأقل كمان شوية، قللوا في القرفة والجنزبيل. معلقة كركم دي عشان اللون بتاع الرز يعني. ومعلقة، ده لون يا جماعة، لون طعام، اللي هو لون الزعفران. أنا بجيبه من عند أي عطار عادي، لون الزعفران أو لون غروب الشمس، المهم اللون بيبقى مدي على برتقاني شوية كده. بقلب معايا البهارات دي كويس قوي قوي، بطحنها عشان لو فيها كتل ولا حاجة كده، واتأكد انها اتقلبت كويس ما فيهاش حاجة ماسكة في بعضها كده. وبجيب الفرخة بتاعتي اللي هي انا قسماها نصين زي ما قلت لكم، هنزل كده بالنص الاولاني من الفرخة وادعكها كويس بالتتبيلة، واتأكد ان التتبيلة دخلت فيها كلها. هجيب سكينة وافتحها من تحت الجلد كده عشان يبقى الجلد ماسك نفسه كويس، وادخل التتبيله في الشقوق دي كويس. الفرخه انا غسلها كويس قوي يا جماعه، بدقيق وملح وليمون ومظبطاها. بتاكد بقى ان التتبيله اتغلغلت كده في نص الفرخه ديت. زي ما انتوا شايفين الاكله رهيبه بجد، جربوها. بصوا بقى، لا بتعك المطبخ ولا بتاخد مواعين كتير، ولا هي حله، أكلة رهيبة في حلة واحدة هترتاحي نهائي. طبعا احنا كلنا كل همنا في الدنيا المواعين وغسيل المواعين، فحطيها في حلة واخلصي. قلبتها زي ما انتوا شايفين، وحطيت النص الفرخة التانية برضو، بتأكد في كل حتة فيها داخلة فيها التتبيلة. التتبيلة دي رهيبة. المندي ده يا جماعة، الفراخ دي تقريبا كده بتستوي على البخار اللي بيبقى طالع من الرز، هتشوفوه معايا دلوقتي. انا اول مره اعمل الاكله دي معاكم على القناه، وبجد طلعت وهم. بتمنى بجد تجربوها بالمقادير دي كده، صدقوني مش هتندموا. معايا هنا كيلو رز بسمتي. جبت حله، المهم لازم حله تدخل الفرن. يعني ايه تدخل الفرن؟ يعني حله ما تكونش ايديها بلاستيك، ما تكونش ايديها خشب، ما تكونش ايديها، المهم لازم حله تعرفي تدخليها الفرن. في الحلة كده على النار احط شوية زيت واقطع بصلة. تقدري تستغني عن الخطوة دي وتحطي الزيت والبصل وكل حاجة كده فوق بعضه من غير ما تشوحيه، بس انا بشوحه ليه بالبهارات عشان ريحة البهارات تطلع معايا. حطيت ورقتين لورا، حطيت حبهان، حطيت اللي هو المسمار دوت، وحطيت عيدان قرفة صغيرة، وبقلبهم كويس قوي. شوية فلفل اسود، المفروض حصى بس انا ما عنديش حصى فحطيت شوية من ده، مفيش مشكلة يعني، المهم حاجة تدي الطعم وخلاص. قلت لكم البهارات دي ليمون، ليمونة ناشفة، الليمون الناشف ده اللي بنجيبه برضو من عند العطار. الحركة دي بتخلي البهارات ريحتها تطلع بطريقة رهيبة. هنا انا طفيت النار خلاص، بيخلي ريحة البهارات بقى تطلع خالص وتبان كده في الأكلة. وبتقلبي بقى كده شوية دول مع بعض كده. احط شوية ملح عشان الرز طبعا، املحه كده كويس زي ما انتوا شايفين، وبقلبهم في بعض كويس قوي. وهنا بقى كنت مسخنة مية كده على النار زي ما انتوا شايفين، وهبتدي احطها. طبعا احنا عارفين ان الرز البسمتي المية بتاعته بتبقى زيادة، وخصوصا ان انا مش مزودة المية، قصدي مش مخمراه، مش سايباه شوية يعني يتخمر. حطيت قرنين فلفل حراق، والتاني اللي هو المهم التلاتة حراق يعني. هغطيها بقى زي ما انتوا شايفين كده معايا. ركزوا بقى معايا في طريقة الغطا ده، لاني بحاول انزل شوية الالومنيوم دوت او الفويل دوت لجوه شوية، عشان انا هحط الفراخ على الرز كده من فوق. دي طريقة المندي يا جماعة، ان الفراخ تستوي على البخار اللي طالع
من الرز. فعلى قد ما تقدري سقطي شويه. ليه؟ عشان لو حطيتها عاليه في العادي كده الميه اللي هتنزل من الفراخ هتطلع بره، هتقع يعني من الجناب. فانا بحاول اخلي الفرخه ساقطه في نص الحله، نازله في النص كده زي ما انتم شايفين، عشان اي ميه تنزل من الفراخ تنزل على الرز. بصوا هعمل كمان واحدة تانية على الحلة، وبنفس الطريقة برضو هنزلها تحت شوية، وبقفل على الرز تقفيلة كويسة قوي، يعني مخليش اي بخار طالع منه، عشان ابقى متأكدة ان هو هيستوي كويس. يعني انا سرحت. المهم بتأكد بقى على الجناب كده كويس قوي زي ما انتوا شايفين. وطبعا الفرخة بقى خدت لها كده بتاع نص ساعة او اكتر معايا في التتبيلة بتاعتها. يعني جبت هنا ورقة زبدة عشان الفرخة ما تلزقش في ورق الفويل. ببتدي اخرمها بقى بسكينة، بالخلة بتاعت عصاية الشيش طاووق، اي حاجة. المهم بفتح كده في ورقة الزبدة برضو في الورق اللي تحت زي ما انتوا شايفين، وبجيب بقى الفرخة بحطها زي ما انتوا شايفين، بحاول اظبطها كده معاكم. وادي الفرخة كده حطيتها اهي. اهم حاجة الرقبة دي. هنزل بقى ببقية البهارات ديت لان فيها الطعم وفيها اللون وفيها كل حاجة، هنزل بيها على الفرخة من فوق كده. حطيت معايا كده كان طبقتين من الفويل ده عشان يشيل الفرخة، يعني يقدر يشيلها ما تقعش الفرخة مني. ممكن طبقة واحدة مع التقطيع ده تروح جاية ايه وقع مني. ورقة الزبدة زي ما قلت لكم عشان ما تلزقش هحط ورقة زبدة تانية من فوق. هحاول المها كده عشان اعرف اقفل عليها الفويل دوت. بصوا التقفيل حلو قوي عليها، لازم وضروري عشان يعني ايه البخار بتاعها ما يطلعش والفراخ تستوي. هحاول الم كده الجناب زي ما انتوا شايفين. المهم الفرخة تبقى ساقطة جوه الحلة. هغطي بقى من فوق كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. لو واحد معايا تمام، مش مكفي واحد معاكم غطوا باتنين واقفلوا عليها كويس قوي. انا جبت غطا الحلة هنا وقفلت بيه كده. حاولت اديله براح شوية عشان يسقط معايا. انا سايبه لكم التفاصيل دي عشان تاخدوا بالكم. اقفل كويس، اهم حاجة في دي ان انا اقفل على الفراخ كويس. خلصت بقى وبطبل على الحلة هنا. بصوا بقى هشغل الفرن على اعلى درجة حرارة. بنزل الرف في اقل حاجة تحت الرف اللي هو الشبك دوت، هنزله في اقل رف بيدخل فيه، واحط الحلة في الفرن واعلى درجة حرارة، وبسيبها على اعلى درجة حرارة ساعة وربع. ساعة وربع. هنا هعمل الدقوس. حطيت زي ما انتوا شايفين كام طماطمية حلوة كده، وحطيت قرنين 3 فلفل حراق كده. اللي بيحبوا حراق، اللي ما بيحبوش حراق هيحط الفلفل رومي عادي. لو عندك فلفل احمر برضو يبقى كويس. عصرة ليمونة زي ما انتوا شايفين. شوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح. وطبعا التوم يا جماعة ما ننساش التوم، نحط 3-4 فصوص توم فيها، وشوية خل. بضربهم في الكبة كده. طبعا دي في الكبة احسن حاجة. اللي ما عندوش كبة بيحطها في الخلاط. طبعا الخل اهو معاكم. لقيتهم شوية قلت ازود لان عندي الولاد بيحبوه قوي قوي الدقوس ده، فقلت ازود لهم شوية عليه. وزي ما انتوا شايفين بضربها كده بيطلع معايا. في ناس بتحط فيها خضار بس انا ما بحبش، يعني كزبرة او اي حاجة من الحاجات دي، بس انا ما بحبش الخضار فيها. هي كده بتبقى طعمها رهيب وزي بتاعت المحلات. يعني المحلات ما بيحطوش خضار فيها ولا نعناع ولا اي حاجة من الكلام ده. فلفل وطماطم وفصين توم، وعندك شوية خل وليمونة. وزي ما انتوا شايفين كده معي، ما شاء الله ريحتها تحفة وطعمها كمان جميل. طبعا جالنا خضار تاني هنا كده زي ما انتوا شايفين من ابو داليا برضه، الله يبارك له. جارنا يا جماعة، ربنا يبارك له يا رب ويجعله في ميزان حسناته. الخضار اللي بيبعته بيوزعه على الجيران كل يوم قبل الفطار. انا المرة اللي فاتت يا دوبي قلت وبعدين شغلت في حاجة تانية فما كملتش. ربنا يبارك له يا رب ويرزقه الخير اللهم امين. زرع الزرع ده هو عنده في الجنينة يعني، وكل يوم قبل الفطار بيبعت لكل الجيران يعني شوية جرجير بقى طازة كده، شوية خضار شبت وكزبرة، شوية بقدونس.
اللي موجود عنده. بصوا بقى بنفطر عليهم بيبقوا ما شاء الله طعمهم جميل. الحاجة اللي بتبقى بيتي دي بتبقى طعمها حلو قوي. نقينا بقى شوية حلوين منهم كده من الخضار ده هنغسله، والجرجير ناكل منه بقى كده على الفطار. بلم بقى مكاننا كده وننضف. بصوا الباقي بقى اللي انا مش هستخدمه بحطه في كيسة وبربطه وبحطه في التلاجة، استخدمه بقى تاني يوم، استخدمه في محشي، استخدمه بقى ايه في اي حاجة تانية. الخضار لونه كده رهيب، شكله مبهج كده. بحط بقى شوية مخلل كده معايا عشان برضو كل ده بقى. والفرخة في الفرن متغطي عليها كويس قوي، درجة الحرارة عالية زي ما قلت لكم. هنا بقى هبتدي اطلعها اشوفها. انا هنا كنت عملت ايه، كنت حطيتها بعد نص ساعة وطيت النار. فانا بقول لكم على الغلطة اللي انا عملتها. المفروض ان انا ما وطيش النار، المفروض ان انا اخليها ساعة وربع النار اعلى حاجة. فهنا انا طلعت بعد ساعة اشوفها لقيت انها لسه. ليه؟ لان انا وطيت النار بعد نص ساعة بالظبط، فده كان غلط. المفروض ان انا ما كنتش اوطي النار. رجعت دخلتها تاني وعليت النار على اخر حاجة. كده خلاص قبل الفطار بحاجات بسيطة. بدأنا بقى ايه نحط الدقوس ده، بدأت احطه بقى في اطباق كده، وحطيت السلطة والجرجير وشوية التمر بقى للناس اللي بتحب تفطر على تمر. ادي بصوا بقى ما شاء الله استوت. علي بيسلم عليكم. شايفين بقى منظر الفراخ يا جماعة رهيب. لو حابة بقى زي الوضع ده كده تحطيها وتحمريها من تحت، تدخليها الفرن 5 دقايق تتحمر على الوش ده براحتك. بص انا هنا قلبتها وقلت هدخلها الفرن تاخد زي تحميرة كده على الوش ده. هنا بقى جهزت دي عشان احط عليها الفحمية. بصوا الفحمية بتنقلها في حتة تانية، بتخلي طعمها رهيب وبتديكي طعم المطاعم بجد. ريحة الشوي كده يا جماعة، جربوها بإذن الله مش هتندموا بجد. أكلة وهم، طعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى منظر الرز، البهارات بقى نزلت، اللون ده. بصوا احنا حاطينه ابيض. بصوا هنا كان المغرب أذن، بس انا مش عايزه كل مره اقعد اقول لكم ان انا المغرب أذن عليا وانا ما خلصتش الاكل. فكنا فطرنا بقى فخلاص، هم صبروا صراحه ربنا يبارك لهم. وابو علي والله انا تاني مره اعمل فيه الحركه دي، بس معلش لان انا غلطت ووطيت على الفرخه. فهم بقى اللي رايح واللي جه هتلاقوه عمال يلقط بقى، فمعلش سامحونا بقى في الحته دي. بصوا بقى حطيت الفحمه حطيتها. بصوا هما هناك قاعدين بياكلوا، اللي يشرب عصير يشرب. حطيت عليها حته سمنه بلدي وغطيتها بقى شويه عشان ايه تاخد بقى ريحه الفحم والشوي كده. خلاص صفيت حته السمنه البلدي كده برضو حطيتها على جنب. شلت الفحمية وادي الفراخ. انا بجد بتمنى تجربوا الطريقة دي. اولا ما فيهاش هلك كتير، و60 حلة، هي حلة واحدة يا جماعة. طعمها رهيب، طعمها حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا يعني. بجد طعم الاكل بتاع المطاعم والحاجات دي طعمها بيبقى جميل. طعم الرز بقى في حتة تانية، واخد بقى كل الخلاصة بتاعت الفراخ اللي نازلة باللون بتاعها. بصوا لون الرز بيبقى طالع بقى ألوان كده، طعمه بيبقى فظيع. وكده بقى انتهى الفيديو معايا النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة.